القاضي لاعب نادي الاهلي والشباب سابقا واداري الفريق الشبابي في درجه الاولمبي. كابتن مبروك الفوز. شوط اول سلبي، ولكن الشباب ترجم الشوط الثاني بخطوره فعاله على المرمى الاهلاوي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. زي ما شفت شوط سلبي، يمكن في الشوط الاول ما كنا في المستوى المأمول منا، لكن كنا بنلعب بانضباط تكتيكي. كان مدرب يجلس نبض فريق الاهلي، والحمد لله في الشوط الثاني عمل كم تغيير وتفوقنا على الاهلي الحمد لله بالجولين. كابتن، دائما الامور النفسيه تكون لها دور كبير بين شوطي المباراه، وانت لاعب سابق ومرت عليك هالامور. بين شوطي المباراه كانت امور نفسيه في غرفه الملابس بين اللاعبين والمدرب، ام هناك تغيير في التكتيك ام تحفيز؟ اكيد كلها لازم تجتمع. اي مدرب، اي مشرف فريق، اي مدير فريق بيتعامل مع اللاعبين من جانب نفسي، المدرب من جانب تكتيكي ومن جانب نفسي، وهذا ما اثر يعني على المجموعه. وشفناهم الشوط الثاني يعني باداء مميز ولله الحمد. ولسه هذا مو ادائهم، انا لسه اقول هذا مو ادائهم، عندهم اداء افضل من كذا ان شاء الله. وان شاء الله حتشوفوهم في الفريق الاول، ان شاء الله عدد كبير منهم حتشوفوهم في الفريق الاول، وهذا الهدف الرئيسي بالنسبه لنا احنا كفريق اولمبي. كابتن، بعيد عن هذه المباراة، مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأندية الدرجة الممتازة ب10 ملايين، الأولى ب5 ملايين وباقي الأندية ب2 مليون. أنت كلاعب سابق وإداري حاليا تمثل نادي الشباب، ماذا تعلق على هذه الخطوة من خادم الحرمين؟ اولا نهنئ ونبايع ونبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهذا شيء ما هو بغريب عليه يعني. الملك سلمان من هو ولي عهد ياما كان يدعمنا واحنا كرياضيين كأندية، فهذا شيء مو غريب عليه ابدا. وان شاء الله انه الانديه تستفيد من المبالغ هذه، ويكون في رد يعني يكون الرد يعني داخل الملعب، وللمنتخب السعودي ان شاء الله نشوف اداء افضل وتحقيق نتائج افضل باذن الله. شكرا كابتن، يعطيك العافيه. شكرا حبيبي. شكرا نايف قاضي لاعب نادي الشباب وإداري الفريق الأولمبي. طبعا نحاول أن نلتقي بالعديد من لاعبي نادي الشباب. كابتن يعطيك العافية. كابتن مبروك عليكم الفوز اليوم. ما قدر الشباب يسجل في الشوط الأول، ولكن أنهيتوا المباراة في الشوط الثاني. بالنسبة لكم المباراة كانت صعبة في الشوط الأول، ولكن عرفتوا مفاتيح اللعب للأهلي في الشوط الثاني؟ أكيد والله الأهلي فريق كبير يعني، وحنا طبقنا التكتيك كمدرب في الشوط الأول. حاولنا نرجع الخلف، نستغل الهجمات المرتدة، والحمد لله سجلنا هدف واستغلينا الهدف الثاني وانتهت المباراة الحمد لله. اليوم كانت المباراة بين أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم، الشباب كأقوى خط هجوم، الأهلي كأقوى خط دفاع. أقوى خط هجوم اليوم كانت له الغلبة. بين شوطين المباراة المدرب، أنتم كلاعبين أهم النقاط اللي تكلم فيها؟ والله المدرب استغل يعني الهجمات المرتدة. كان الأهلي متقدم يلعب في نص ملعبنا، استغلينا الهجمات المرتدة، سجلنا هدف، حافظنا شوي، تقدم فريق الأهلي، سجل الهدف الثاني وقفلنا ورا الحمد لله. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا مشاهدينا الكرام كنا نحاول